فرؤوف زهني صعبت عليه، عرف ان انا في المعهد الموسيقى بتاع، فبقى ياخدني ويقعدني جنبه ويسمعني ويعرفني ان هو مغني وعامل اغنيه له عبد السروجي هو بيلحن له وبيغني له وحاجات زي كده. فكان يقعدني جنبه بتاع. تصور ما سمعتش حضرتك مثلا لحن وغنيته قبل ما حد يسمعك خالص، يعني جنبه كده جنب رؤوف زهني؟ انا كنت بستنط على الاستاذ عبد الوهاب، وكانت في اغنيه اسمها انت ولا انت جدال. جميله. وكان عبد الوهاب اول مره هينزل في سينما راديو، وكان يعني حفله كبيره جدا. وانا حفظت الغنوه دي وبقيت اغنيها. في كان نأجر الريحاني احمد، ده كان عامل بيجيب فرقه في مكتب الهضم من ورايا يوم الجمعه في الاجازه يعملوا بروفات، وعامل مؤلف وانا الف له الروايه. الف روايه. وكان فاكر كان فيها الاستاذ توفيق الدقن. فاكر اذكر ان الست هند رستم كان ابوها لواء، وكانت ست جميله قوي وقمر كده، كان يجيبوها تمثل. كانت شابه صغنونه كده. وكان توفيق الدقن كان يعمل شرير، واحمد شوده بقى بيستغلوهم عامل مؤلف عشان مكتب عبد الوهاب يعملوا فيه بروفات من ورا عبد الوهاب. من ورا عبد الوهاب. من ورا عبد الوهاب ما يعرفش الجمعه طبعا اجازه. كنا نأجر سينما، يأجروا سينما لسه مش مسرح الريحاني ب 9 جنيه او مش عارف 5 حاجه زي كده في الماتينيه، ويعملوا بروفات ليه. اذكر ان انا بقى في الفتره ديت بلعب في سله مهملات عبد الوهاب، عاوز اشوفه بيعمل ايه، بيقعد ازاي يعني. نطيت انا حفظت، لما اخذ انا حفظت الاول انت ولا انت جدال، فرحت مغنيها في حفله، وراح عبد الوهاب مغني في حفله. فراح النقاد قالوا عبد الوهاب غنى اغنيه للاسف بيغنيها مطرب مطرب. نسمع منها حته صغيره بصوت حضرتك. انت عشان خاطر عبد الوهاب غنى بحفله عبد الوهاب هيغني في حفله، وكانت دي يعني شيء مهم قوي اللي عبد الوهاب بيغني في حفله. فراحوا كاتبين ان للاسف بيغنيها مطرب شاب صغير كده، يعني نكره يعني. وحضرتك كنت غنيتها في حفله صغيره يعني كده؟ حفلات اعداد، كانت في قابه كده قصاده اسمها نقابه العوالم في شارع توفيق، فيها قاسم وجدي وحاجه زي كده. وانا بقى يجيبوني انا اغنيها. انا بحفظ الغنوه من اسمعها بكلماتها بكل انت ولا انتش داري، انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو انت الله. القصد يعني جه هقول لك على واحد غير كده خالص. عبد الوهاب ده ما يقعدش في المكتب. مين اللي في البوفيه على اساس انه يشاوي؟ لا علي انا دخل قال الواد اللي بيسرق الالحان واللي بيحفظ الالحان. فالقصد انا لقيت اغنيه واسمها سامع وساكت ليه، حطيتها في جيبي وقلت لاحمد الاغنيه دي للامانه الاستاذ مقطعها. قال لي رميها فين؟ قلت له في الزباله في سله المهملات. قال لي خدها، فخدتها في جيبي. اسمها ايه؟ سامع وساكت ليه. خدتها في جيبي. واقعه تانية بقى للشاعر الكبير عبد الرحمن خميسي. انا الاستاذ عبد الله كان بيلحن، وانا حافظ المذهب اللي بتلحنه برضه من اللي بستنط على عبد الوهاب. فانا واقف في الحمام وبسرح شعري وبقول جئت لا احمل الا سقمي فتعالي اطفئي نار دمي واشفعي لي يا سماء الهرم. لقيت اللي راح ماسك ايده على الحمام كده، اجي اطلع كده يعمل كده، اجي اطلع كده يطلع كده على الباب. يعمل لي كده. لقيته عبد الوهاب. واحمد مين ده؟ قال له ده قريب من البلد. قال له ما يقعدش ما يجيش بره. راح كرشني بره. هي دي بقى كانت اغنيه المفروض هو بيلحنها وغناها. بس ما اتشهرتش. كان بيلحنها انا حفظت ازاي الراجل ده، الواد اللي عمال بيتابعني ودنك ما شاء يبقى الله هو ده اللي قال انت وانت جداري وبتاع. وعارف ما كانش بقى عارف كل ده. ما كانش يعرف. وانا عمال اتلصص على ساعه ما يخش يقفل على نفسه الباب، يحط له المناديل ويحط له مش عارف ايه، واقعد انا اسمع كل اللي بيعمله. وكان يجي له رؤوف زهني يقعدوا يشتغلوا سوا. وكان فيلم اسمه لست ملاكا مش عارف ايه. فاكر انتاج بيضه ومش عارف ايه، انتاج بيضه وقطان بيضه وقطان حاجه زي كده. فقال له كده انا غنيت. جات لي فرصه الاذاعه، فانا دندنت ازاي سامع وساكت ليه. وكان بقالي سنتين في المعهد يعني.
كنت يعني لسه ما بقاليش سنتين، وكان بيدرس لي الاستاذ ابراهيم حجاج سولفيج، وكان عبد المنعم عرفه، وكان يعني وكان الاستاذ داروش الحريري العاجز، ايوه كان مدرس توشيح. وانا كنت داخل قسم عزف ولا قسم غناء؟ قسم غناء. قسم غناء. قسم غناء. فراح وانا لسه في سنه ثانيه بغني في حفله كده، سمعني الاستاذ المرحوم علي فايز زغلول. الله يرحمه. فقال لي يا ابني، نده لي كده قال لي انت ما بتغنيش في الاذاعه ليه؟ قلت له انا؟ قال لي كانت في حفله يعني سمعت؟ سمعني في حفله كده قاعده صغيره كده. قال لي تغني في الاذاعه. قلت له غني ازاي في الاذاعه؟ قال لي تغني في الاذاعه. قلت له انا ما اعرفش اغني في الاذاعه ازاي. قال لي اكتب طلب واديني عنوانك. كتبت طلب وما جاتش في دماغي يعني. ففجاه فعلا بالامانه راح لي هو مطرح ما انا نايم وقال احضر الامتحان. الله. حضرت الامتحان الاذاعه بنفس الاغنيه سمع ساكس ليدي. وعندما تأكد محمد رشدي من موهبته الفنية تقدم للإذاعة، وكانت اللجنة مكونة من أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، محمد الأصبجي، حافظ عبد الوهاب، وتقدم بأغنية سامع وساكت ليه، ونالت إعجاب اللجنة، حيث قررت اللجنة في ذلك الوقت أن يسمح للمطرب الجديد أن يغني 15 دقيقة كل 15 يوم، وكان أول أجر تقاضاه من الإذاعة هو مبلغ 17 جنيه. ياللي انت في بالي والعمر قضيته أغني لك واشكي لك حالي، والناس ويايا تشكي لك. سامع وساكت ليه؟ هو انت قلبك ايه؟ ياللي بغني لك الله. ده جميل والله. كويس. فرحت امتحنت امتحنتني ست ام كلثوم، الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ الاصابجي، الاستاذ محمود اسماعيل غير الشاعر، الاستاذ حافظ عبد الوهاب وكان مسؤول الموسيقى، وكان معايا في نفس اللجنه الاستاذ عبد الحليم حافظ. امتحنا سوا. كان في نفس التوقيت. وكان بيغني فاكر اغنيه اسمها يا مراكبي، وتقابلنا سمعونا احنا الاثنين، وكنا اصوات جديده يعني. هل اتعرفتوا على بعض قبل ما تخشوا الامتحان ولا بالصدفه؟ انت لا شايف واحد امتحنا بعد اللجنه يعني، تعرفنا مع بعض بعد يعني ما كنت بشوف يعني كده امتحنا يعني بعد ما سمعنا يعني. ابتديتوا تعرفوا بعض بعد الامتحان؟ بعد الامتحان. انما انت شايف واحد جاي يمتحن بس جاي ما انا هقول لك واقع عشان ده شوفي كويس طبعا. يعني انا سمعت وقالوا لي تسجل مش عارف ايه وتسجلها على حسابك، ما كنتش املك حاجه. والفرقه في الوقت ده كانت تكلفني احمد فؤاد حسن 8 جنيه ونص، هو جنيه ونص وكل موسيقي جنيه. فاستلفتها من واحد شاعر. ده عشان لجنه الاستماع؟ عشان اسجل الغنوه ويسمعوها كامله على حسابي. يعني اللي بيمتحن لازم يجي كامل بالفرقه. كامل فرقته ويسجلها. بعد ما امتحوني كصوت نجحت. عشان الاغنيه دي تعرف تسجلها، الاغنيه بتاعتك تعرف تسجلها على حسابك وهنسمعك تاني. ايوه. فسجلتها على حسابي ويسمعوني تاني بالفرقه. كويس. خدت بال حضرتك؟ وجيت وبرضه نفس الاغنيه اللي هي سامع وساكت. ساكت فجيت وكنا في يوم السمع كان الاستاذ عبد الحليم يعني بيطمئن على النتيجه وانا بطمئن على النتيجه. كويس. فقالوا الولدين دول جداد نشجعهم، وكانوا بيدوا للاستاذ قنديل والاستاذ كارم 12 جنيه تاليف وتلحين واداء وفرقه موسيقيه. يا خبر كل ده وانا فتدفعوا لي انا والاستاذ عبد الحليم 17 جنيه عشان احنا جداد بيشجعونا يعني. ده كويس. فواحد دفع لنا 17 تاليف وتلحين واداء وفرقه موسيقيه. كل حاجه. يعني تجيبوا ملحن مين بقى ومؤلف مين طبعا. يعني ياما اقول لك ايه ده كان الجنيه مش عارف ولا الجنيه كان حاجه يعني. لا لا بس كان لا بس كان مستوى المعيشه. بس كنت تلاقي الجنيه فين؟ لا ما هو كويس 17 جنيه تشجيعا للمواهب. انا كنت بقى ما انا فيك بقى عشان عبد الحليم وللامانه انا ال 17 جنيه لازم كنت اوفر منهم الحن. انا اللي كنت الحن. فانا ملحن مأذون البلد وسامع وساكت. هي مأذون البلد تلحين يعني فكنت الحن وسامع وساكت ليه وناس حبيبي فين وعجبين مكتوب حاجات كده كنت بلحنها. ليه؟ لاني مش قادر ادفع الملحن 5 جنيه ولا حاجه ولا. لا بس استاذ محمد برضه انا اسمح لي اقف في النقطه دي. دي موهبه، لانه برضه مهما تقول
يعني مش يعني هو يعني استعداد. مأذون البلد دي ما فيش كلام انها فرقعه ومش عارفين انت بتهيألي انت مره اشتكيت لي مره قلت لي مش عارف اخلص منها. طبعا خنقتني. من كتر نجاحها. نجحت. دي يعني انما شوفي بقى عبد موهبه الحليم كبيره. بقى ال 17 جنيه ياخدهم يديهم لاحمد فؤاد حسن. يسلم كله. يجيب مش 8 موسيقيين، يجيب 15 موسيقي. وعبد الحليم كان يسجل انا غني على الهوا. هو يسجل يحجز استوديو بقى. يحجز استوديو ويسجل ويبقى فيه اسطوانه. انا بغني على الهوا مفيش تسجيل. يعني هو يسجل. يمكن ظروفه الماديه كانت احسن شويه. ظروفه كانت احسن شويه لانه كان موظف عازف موسيقى في فرقه الاذاعه. وكان مدرس. وبعدين اخوه معاه والعيله يعني كانوا عيله اتنين اخوات. الاسره مع بعضها ممكن تساعد. انما يعني حضرتك كان كنت فني لوحدك. مضطرب وكنت لوحدي. ايوه كان فني مضطرب يعني وكان مش يعني المرحله دي كانت مرحله اضطراب بالنسبه لي يعني ايه. وزي كده يقول لك الفنان البحث عن اللقمه وعن الفكر صعب. طب وكان مين اللي بيتكفل بمصاريف حضرتك اثناء قيامك في القاهره قبل بقى ما تشتغل؟ هو كان بيفضل لي من الاذاعه. من يوم قامت الثوره عملت خناقه. يوم الثوره انا عملت خناقه في الاذاعه. ليه؟ انا بيفضل لي من الاذاعه 8 جنيه. يوم 23 يوليو يوم الثوره يعني يوم الثوره انا عندي اذاعه من 8 وربع ل 8 ونص. وانت ظابط نفسك دي تالت رابع اذاعه وانا ظابط نفسي على الاذاعه على المصاريف. واخد احمد فؤاد حسن والفرقه المسيه اللي هم كانوا اسمهم المسيه برضه صغيرين. ولقيت دبابات في الشارع ودبابات وعساكر وبتاع وظباط. ايه الحكايه دي؟ انا ماليش دعوه بالحاجات دي كلها. انا رايح اغني طلعت. انا ظابط كان في علوي. فقابلت علي بيه خليل ربنا يديه طول العمر. ما هو عايش ربنا يديه طول العمر ويخليه. وظباط الثوره واظن الرئيس السادات وبتاع. يا ابني في ثوره انا اسمي موجود من 8 وربع ل 8 ونص انا هغني دلوقتي. يا ابني في ثوره ويكرشوني اقول لهم انا لازم اغني. هغني ما هو انا اذا ما غنيتش هتضيع عليا برنامجي معيشتي هيبوظ خالص. هيبوظ خالص يعني. ويزقوا فيا ومش عارف ايه واتخانقت. ويا ابني في ثوره. يا ابني انت مش فاهم حاجه يعني ايه ثوره. يا ابني امشي. فالظابط الكبير اللي موجود بعد ما غنيت بيان من محمد نجيب. بيان من محمد وانا في الاستوديو. دخلوا ظباط بالبتاع. بيان من محمد نجيب. فانا بقى قلت له ما عندكش حاجه وطنيه؟ قلت له يعني ما عنديش. اقول ايه؟ قام واحد قال لي تعالى انت بتغني بتقول مأذون البلد يجي تم فرحتي. والله. الله. قلت له ما قال النهارده فرح خش غنيها. والله. والله العظيم. دي البدايه الحقيقيه بقى. دي بقى بصراحه اتشهرت بقى ويوم ثوره. والضوء العالم كله فاتح. قولوا لمأذون البلد يجي تم فرحتي. والله العالم كله فاتح على مصر طبعا. حتى يعني فاكر انا الاستاذ صبري الشريف كان بتاع اذاعه الشرق الادنى دي بتاعتها في مصر. واللي كان مستعجب على البلد اللي مأذون البلد ويوم ثوره يوم الثوره هم اتفائلوا بيه قالوا خش غني. بس هي فعلا الاغنيه مبهجه وجميله جدا. طب يعني الاغنيه دي حضرتك لحنتها امتى في وقت ايه يعني؟ انا ابدا. كلمات مين؟ هو انا قعدت اعيط واغني عاطفي وسامع وساكت ليه. وعلى الجبين مكتوب. وعبد الحليم ينجح والناس تشجعه وانا احنا الاثنين داخلين مع بعض ما حدش معبرني. وهم يصدقوه مش مصدقيني لدرجه ان انا يعني بغني يعني عاطفي بغني يشار القلب وعلى الجبين مكتوب وسامع وساكت ليه. ما حدش دريان بيه ابدا. فانا لقيت جت في دماغي يا عزيز عيني وانا بروح بلدي بلدي يا بلدي وانا بروح بلدي قولوا لي مأذون البلد يجي. قلت للمؤلف من السكه من نفس السكه دي فراح عامل لي نفس السكه دي فنجح.